مراسم الاستقبال المهيب والمميز الذي خص به الرئيس الصيني نظيره الجزائري بقصر الشعب ببكين. أكد محللون أجانب لقناتنا آيزاد أن الجزائر بعد هذه الزيارة سوف تتغير كثيرا مستقبلا، لا سيما في الحركة الاقتصادية. الجزائر سوف تضع بكل ثقلها لنيل مقاعد في بريكس ومنظمة شنغهاي لتهرب من تجاذبات الإقطاب، وبالتالي تتحكم في محيطها وأقليمها. بفضل هذه الاتفاقات سوف تصبح الجزائر ضمن الإقطاب الجدد، فهي الآن تعيش حركة في النمو الاقتصادي، وصرفت أكثر من 24 مليار دولار لميزانية الجيش. الجزائر تغير مساراتها ووجهاتها، ربما للجزائر طموحات إقليمية، وها هي الآن تقوم بتعبيد الطريق نحوها. لطالما اعتبرت الجزائر مركز ثقل للدول الأفريقية. إذا في القريب العاجل سوف تسرب بعض من الاتفاقة الموقعة، عندها سوف يتبين مدى قوة ومتانة العلاقة بين الجزائر وبكين. فهل نشهد اتفاقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وتكنولوجيا الذرية؟ وماذا سيقدم الغرب للجزائر مقابل العدول عن فكرة انحياز هذه الدولة المهمة إلى الشرق؟ تابعونا لنوافيكم دائما بأهم الأخبار.